السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في الجزء الثالث من سلسلة برامج المواقع الإلكترونية الويب. اللي ما اتفرجش على الجزئين الأولانيين يرجع يتفرج عليهم بسرعة. النهاردة فيديو مهم جدا جدا لازم كل الناس تتفرج عليه، ده يعتبر المفتاح الأساسي، المفتاح الرئيسي اللي هيفهمك برمجة الويب، برمجة ال HTML. هنتعلم شكل التاج بتاع ال HTML، شكل الصفحة، الهيكل بتاعها، هنعمل حاجات جميلة جدا جدا. ما تفوتش الفيديو، لازم تتفرج عليه. دي صفحة ويب بسيطة بيظهر فيها عنوان اور برودكتس او منتجاتنا، وتحته بخط صغير احنا عندنا نايس برودكتس. يعني مثال بسيط. اللي انت شايفه قدامك ده وكله تمام. ده نتيجة برمجة ال HTML، بمعنى ان كود برمجة ال HTML المتصفح بتاع الانترنت ترجمه ونفذه وظهر لك النتيجة اللي انت شايفها بالشكل ده. كويس؟ يعني اللي انت شايفه وبتشوفه في اي متصفح بتاع انترنت دي نتيجة الكود، مش الكود نفسه. الكود نفسه اتكتب في مكان وعرفناه في الفيديوهات اللي فاتت، سواء انت شغال على موبايل والتابلت او شغال على الكمبيوتر. وبعد كده المتصفح بتاع الانترنت، جوجل كروم او اي حاجة تانية، الفايرفوكس، نفذه وطلعه بالشكل اللي انت كنت تتخيله وانت بتكتب البرمجة. كويس؟ او كنت عايزه وانت بتكتب البرمجة. طيب، الكود نفسه بيبقى له شكل معين، وأوامر كل لغة بيبقى لها شكل معين، المبرمج لازم يلتزم بيه. تمام؟ تعال بقى نشوف شكل أوامر الكود بتاع لغة ال HTML اللي هيطلع لك النتيجة دي. أول حاجة شكل الأمر نفسه أو التاج نفسه، لأن الأمر بتاع ال HTML بيسموه تاج. كويس؟ يعني نص مثلا اور برودكت ده ليه ظهر كبير شوية بالخط ده؟ كويس؟ وبعدين الكلمة اللي تحته اللي هي نايس برودكت ليه ظهرت بخط أصغر شوية؟ اور برودكتس او منتجاتنا ديت ظهرت بالخط ده لان اتنفذ عليه امر معين من اوامر HTML، والامر ده هو اسمه H1 او هيدر 1 H1. كويس؟ ما تقلقش، احنا هنشرح الاوامر دي كلها بعد كده وهتكتب بقى HTML و CSS وجافا سكريبت وهتعيش حياتك. احنا بس دلوقتي عايزين نفهم شكل الامر بتاع ال HTML او شكل تاج ال HTML اللي طلع لنا اور برودكتس بالشكل ده، والكلمه اللي تحتها بالشكل ده. كويس؟ طيب، شكل الامر ايه بقى؟ الامر بتاع ال HTML او كل اوامر ال HTML، كويس، بتبتدي بالرمز اللي هو اصغر من الرمز ده. كويس؟ الرمز ده. بعد كده الامر نفسه، يعني انا مثلا هكتب H1 دلوقتي، الامر نفسه اللي هو H1. كويس؟ وبعد كده بقفل قفله باكبر من، ده الامر. كويس؟ ده شكل الامر بتاع ال HTML. وما تقوليش بقى ده الامر شكله معقد، مش معقد ولا حاجه، ده هي اصغر من وبعد كده الامر. كويس؟ وبعد كده اكبر من علامه اكبر من. انا اللي يهمني في الموضوع ده ان انا اعرف بعد كده الاوامر نفسها. يعني خلاص هي القاعده هتطبقها ان الامر محاط باصغر منه واكبر منه، واعرف بعد كده بقى الامر H1 و H2، طب بي، طب الحاجات بقى، وهحط ايمج ازاي، طب هحط فيديو ازاي، كده هعرف الامر نفسه. بس اما اجي اكتبه بقى في الكود هكتبه بالشكل ده، ولازم التزم بيه. كل لغه من لغات البرمجه بيبقى لها شكل معين لازم المبرمج يلتزم بيه. كويس؟ ده اول حاجه. تمام؟ لسه هنكمل بقى. انا كده ابتديت الامر اهوت. بعد كده هكتب النص اللي انا عايزه يتنفذ عليه الامر ده. النص هنا مثلا وليكن اور برودكتس مثلا، برودكتس. كويس؟ تمام؟ خلص لغايه كده؟ لا، لسه لازم هقفل الامر. انا هقفل ده كده تاني، ده كده تاني، ده هجيبه في الاخر هنا واضيف له اضافه بسيطه. نفس الامر هو هو نفسه بس هضيف له اضافه بسيطه. ازاي؟ اهوت علامه الاصغر من، هضيف له دي الباك سلاش وH1 والقفله بتاعي. بقى ده شكل الامر. انت هتطبق الشكل ده سهل جدا 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 على كل اوامر ال HTML اللي موجوده في اللغه كلها. تمام؟ فاصبح الامر امر او التاج، عشان كده بنسميه تاج، علشان الامر كده محاط بايه؟ بالحاجات دي، اصغر منه اكبر منه، وهو نفسه كمان بيحيط بالايه؟ بالنص من هنا ومن هنا، له فتحه وله
قافله، وهو نفسه الامر محاط باشياء زي كده، فعشان كده سموها لغه التجاد. تمام. طبق بقى ايه على نايس برودكتس اللي تحتها. كويس. في امر اسمه بي باراجراف، بيعمل باراجراف. طبق انت كده وشوف هتعرف تعمله ولا لا. هتحط برضك حرف البي، حرف البي كده، بي ما بين اصغر من واكبر من، وبعد كده تكتب نايس برودكتس. كمل بقى انت الكلمه، النص الكتابه مفيش اي مشكله فيها، انا بس اللي يهمني انت فهمت الامر ولا لا. ده بدايه الامر اهو، هو نفسه جيبه في اخر الكلام اهوت نفسه، بس هتزود له باك سلاش دي، وبعد كده البي، وبعد كده اقفل. كويس. تمام كده. تمام. نقفل بس القفله دي عشان ما ننساش. طب فرضنا زي ما انا كده، انا يعني نسيت او حاجه او كده، الدنيا بتبوظ، الصفحه بتشتغل بس بتطلع لك نتيجه غير النتيجه اللي متوقعه. تمام كده. سهل جدا جدا، مفيش اي فيه مشكله. هنطبق بعد كده على كل حاجه. يلا يا صاحبي بقى عشان نبتدي الجد. اللي معاه كمبيوتر ولابتوب يفتح في اس كود. تمام. واللي معاه الموبايل او التابلت يفتح الويب ديم. تمام. بالنسبه للفي اس كود، احنا في اول فيديو عملنا له داونلود وسطبناه على الجهاز، واللي ما شافش الفيديو يرجع بس يشوفه بسرعه. وتاني فيديو عملنا كريتنا فولدر اسمه ورك، وعملنا برضو فايل تحته، كريتنا فايل تحته اسمه هوم دوت اتش تي ام ال، وقلنا خصائص الملف لازم تخلي بالك من بعض الخصائص في الفيديو برضو اللي فات. يرجع بس يبص عليه اللي ما شافوش عشان يكمل معانا. كويس. بالنسبه للويب دين، انا كنت نزلت ريل بسرعه وقلت ازاي بتوع الموبايل هيشتغلوا، وشرحت الايه الحاجات اللي فوق دي. كويس عشان ما نشرحهاش تاني بس ونضيع وقت كتير. طيب. شكل بقى الاستراكشر او شكل الهيكل بتاع ال HTML ايه؟ انا هبتدي اكتب كود دلوقتي علشان نشوف شكل الاكواد. وانت تكتب ورايا برضو في اللي شغال على اللابتوب او الكمبيوتر. كمان اللي شغال على الموبايل وفتح الويب دين او الموقع بتاع الويب دين يشتغل برضو ويجرب، مفيش مشكله. واكتب لي في الكومنتات لو حابب ان انا اعمل فيديو بعد كده خاص للموبايل، بس انا ما عنديش اي مشكله. اول سطر في ملف كود ال HTML اللي بيحتوي على امر اسمه دوك تايب. كويس. الامر ده بكل بساطه بيقول للبراوزر او متصفح الانترنت خلي بالك ان الملف ده يحتوي على كود HTML. دوك تايب ده يا صاحبي اختصار ايه؟ اختصار دوكيومنت تايب او نوع الملف. كويس. فانا هكتبه بقى، يلا نكتب معانا. شوف الزرار اللي مكتوب عليه علامه اصغر من، ودوس معاه زرار شيفت، يعني كده شيفت اصغر من عشان اكتب دوك تايب. هتلاقي فيجوال ستوديو نفسه عرض لك لسته بالاوامر اللي هو متوقع منك ان انت تكتبها، او لو انت كتبت اول حرف هو هتلاقيه نفسه جاب لك لسته بالحروف او لسته بالاوامر الثانيه. هو بيساعدك كده، ودي قوه الفيجوال ستوديو. عشان كده احنا مستخدمينه كمبرمجين، مستخدمين فيجوال ستوديو لانه هو بيساعدك، لان مفيش حد بيحفظ الاوامر خلاص. يعني انت كمبرمج مش محتاج تحفظ الاوامر، انت بس محتاج تفهمها وتطبقها فقط. فهو هيقترح عليك اهوت اول واحد اختاره، يعني كليك عليه بالماوس، هتلاقيه كتبه لك، هو ظبط لك كل الامر زي ما انت شايف كده. مش محتاج بقى ان انا اكتبه كله ده. يعني انت لو في برنامج تاني ما عندوش قوه الفيجوال ستوديو او ما بيديكش لسته بالاوامر تختارها، فانت للاسف مضطر تكتب الامر ده كله بايدك. الامر ما فيش مشكله فيه، زي ما انت شايف كده اصغر من، وبعدين علامه التعجب وكلمه دوك تايب، وفي مسافه هنا خلي بالك ما تنساش المسافه، وبعد كده نوع HTML، وبعد كده القفل. ده شكل اول امر او اول سطر موجود في ملف ال HTML اللي هو الدوك تايب. بعد كده بقى هننزل ونكتب، نروح الاخر كده ودوس انتر عشان تكتب في تاني سطر. هبدا بقى في هيكل ال HTML نفسه. هيكل ال HTML نفسه بيبتدي بامر HTML بكل بساطه. في امر اسمه HTML، ده بيبقى اول اول حاجه، ده الروت بتاعي، ده الاصل بتاعي، ده اللي بيحتوي على كل الاوامر بتاع ال HTML. فالامر اسمه HTML. كويس. طب انا ليه ما عملتش الفتحه والقفله والكلام ده؟ لان انا عايز استخدم بقدر الامكان امكانيات الفي اس كود. يعني انا كمبرمج ما بقعدش اكتب كل حرف وكل حاجه، علشان ساعات بتنسى. زي ما قلت لك ما حدش بيحفظ الاوامر، انت بس بتكتب الامر، هو هتلاقي فيجوال ستوديو بيساعدك. فانا كتبت الامر اهوت HTML، فلقيته جابه لي فهختاره، بس تلاقيه هو ظبط لي الدنيا زي ما انت شايف كده، عمل لي القفلات والفتحات والاصغر منه والاكبر منه عشان انا كمبرمج ما انساش حاجه.
وقف لي في النص هنا كده، شوف واقف في النص هنا مستنيك تكتب حاجه. فانا هدوس انتر بس، انتر. عملت انتر بس عشان السطور دي انا لسه بقى هكتب فيها الهيكل بتاع البرنامج او الهيكل بتاع الصفحه بتاع ال HTML. هيكل صفحه كود ال HTML بينقسم لجزئين: جزء الهيد اللي هو الراس، وجزء البادي. كويس. نيجي فوق هنا كده، هنطلع فوق هنا كده ونكتب الجزء الاولاني اللي هو الهيد. اكتب امر اسمه هيد، HEAD، هو هيجيبه لك اهوت، اختاره هيد. كويس. طبعا هو عمل لي القفلات والفتحات وواقف هنا مستنيك برضك نكمل اللي في الهيد. انا هدوس انتر بس. يبقى كده ده الجزء او السكشن بتاع الهيد. هقول لك دلوقتي الهيد ده بستخدمه في ايه. كويس. هاجي بعد الهيد هنا تحت هنا كده هكتب الجزء الثاني اللي هو البادي او الجسم. اللي انا بقى الجسم ده هو ده اللي هيحتوي على كل اوامر ال HTML اللي هكتبها علشان يظهر في الصفحه، واحط صور بقى، واحط نصوص، واحط حاجات جميله جدا، واعمل موقع جميل جدا. كل البرمجه وكل الحاجات بتاع ال HTML بتتكتب داخل البادي، BOD. هو جابه لي اهوت، بس هختاره. هو هيظبط لي. شفت هو عمال يظبط لي الدنيا ازاي. ده فيجوال ستوديو، ده للمره الالف بقول ده قوه الفيجوال ستوديو او قوه المحرر اللي انت بتكتب فيه، ان هو بيساعدك كمبرمج ويوفر عليك وقت كتير جدا في ان انت تقعد تكتب كل الاكواد دي. انت لو بتبرمج على حاجه تانية مفيش مشكله، استخدم الامكانيات اللي عندك، ما تقفش، استخدم الامكانيات اللي عندك. انت في الامكانيات اللي عندك لو انت مفيش ان انت تختار، اكتب، مفيش مشكله. الاوامر سهله جدا، فتحه وقافله وجواها الامر، فتحه وقافله وجواها الامر بتاعها. بسيطه، بمنتهى البساطه، الدنيا بسيطه جدا جدا جدا. فخلاص قلنا ال HTML بقى ده الاصل بتاعه، الروت، القفله بتاعته والفتحه بتاعته تحت. بينقسم لجزئين: جزء الهيد، كويس، وجزء البادي. وظيفه الهيد ده ان انا هكتب جواه الحاجات اللي هي خاصه بالبراوزر نفسه او المتصفح. لو في مثلا عندي انا بستخدم مكتبات من حته تانية، لينك او رابط علشان السي اس اس. الى جانب اللينكات والحاجات اللي ممكن اكتبها داخل الهيد، انا ممكن اكتب امر اسمه تايتل، TITLE. التايتل ده او العنوان ده العنوان اللي بيظهر فوق خالص في المتصفح. مثال مثلا انا افتح جوجل كروم اهوت، شفت جوجل اللي فوق دي، كلمه جوجل اللي فوق ديت بتتكتب بامر اسمه تايتل. تمام. فهكتبه، تعال نكتبه بقى مع بعض داخل الهيد. تاكد ان انت داخل الهيد جوه الفتحه والقفله بتاعتك، داخل هنا اكتب تايتل TIT. تمام. هتلاقيه هو جابه لك هنا، اختاره، تلاقيه هو ظبط لك الدنيا ووقف لك ان هو تكتب ايه التايتل. انت بقى هتكتب زي ما فرجتك كده، ممكن تكتب اسم شركتك، اسم الموقع ككل، اي حاجه مثلا علي كوم، احمد كوم، كومباني، ماي كومباني، ماي شوب. الموقع اللي انت بتاعك، اسم الموقع مثلا ماي شوب مثلا. كويس. ممكن اكتبه بالعربي، طبعا ممكن تكتب بالعربي. الكتابه او المحتويات بالعربي، لكن اوامر اللغه انجلش، اوامر اللغه انجليزي. تذكر دايما كل اوامر اللغه بالانجليزي، بس المحتويات والعناوين والنصوص والكلام ده ممكن تبقى بالعربي، مفيش اي مشكله فيه. ده الامر الوحيد حاليا اللي هنكتبه جوه الهيد. بعد كده بقى كل اوامرنا وكل اوامر اللغه هتتكتب داخل البادي هنا. كويس. فاكرين المثال اللي احنا اديناه في اول الفيديو؟ بقى نكتبه هنا. هنكتبه فين؟ هنكتبه داخل البادي، هنبرمجه داخل البادي هنا. كان في امر اسمه H1، كنا بنشرح عليه في اول فيديو لما قلنا ليه سموا اوامر HTML بالتاجات. الامر ده كان بيعمل عنوان في الصفحه كده. ما تقلقش، برضو انا هشرح كل الاوامر بتاع ال HTML. فتعالى هنا كده داخل البادي، ده البادي بتاع الفتحه والقفله بتاعته. داخل البادي اكتب H1، هتلاقي فيجوال ستوديو طلعه لك، اختاره، ظبط لك الدنيا، الفتحات والقفلات، وقف لك هنا علشان تكتب المحتويات اللي انت عايزها تظهر بشكل عنوان كبير شويه. فاحنا كنا كتبنا مرحبا بك، انا اكتبها بس بالانجلش: ويلكم تو اور ويب سايت. انت ممكن تكتبها بالعربي، مفيش اي مشاكل، بالعربي بتقلب بالعربي وتكتب عربي. وكان في امر تاني شرحناه في الاول كان اسمه بي، بعمل فيه باراجراف. ما تقلقش، برضو كان هشرح كل الاوامر دي بعد كده، ما تقلقش خالص، ان هنا بس بنبين احنا بنكتب الاوامر فين. تمام. فهتيجي هنا بعد ال H1 في الاخر هنا كده، وتدوس انتر علشان تنزل في سطر جديد وتكتب الامر الجديد اللي هو بي. تمام. هيطلع لك هنا فوق هنا، اختاره. وهنا بقى هكتب النص اللي كنت عايزه يظهر بخط عادي، يعني مثلا this is my website، اي حاجه بقى يعني. تمام.
علشان تظهر بخط عادي. ازاي بقى ارن الكود اللي انا كتبته ده واشوف النتيجه بتاعه؟ انا عايز اشوف بقى نتيجه الكود اللي انا كتبته ده. كويس. ففي طريقه عقيمه ان انا اروح للفولدر اللي هو وورك ده، واشوف الفايل فين ودبل كليك عليه، او بقى ان انا اشتغل شغل بروفيشنال وانزل حاجه اسمها سيرفر، بحيث ان ده يشتغل اكنه موقع واقدر اشوفه بالطريقه العاديه اللي اكنه موقع يعني. تمام. الخادم ده هننزله منين واسمه ايه؟ الخادم ده بينزل من حاجه هنا اسمها اكستنشن. عد كده 1 2 3 4 5 6، ده الحته دي اكستنشن او الاضافات. كليك عليها هيفتح لك هنا كده بوكس مربع صغير كده. هتسيرش على حاجه اسمها لايف LIV، وبعد كده مسافه سيرفر. هيطلع لك اول واحد هنا، كليك عليه. كويس. وبعد كده هيجي لك هنا في اختيار اسمه انستول. كليك على انستول علشان ايه؟ ينزله لك. يقول لك تراست. اوكي تراست. تراست يا سيدي. هياخد وقت بسيط جدا وينزل ثواني يعني معدوده، مفيش اي مشاكل خالص، وينزل بكل سهوله. اول ما تلاقي بقى الاختيارات دي ظهرت زي كده، خلاص هو كده نزل وبقى جاهز ان انت تستخدمه. اقفل بقى الويندوز دي، وبعد كده هترجع تاني للفايلات بتاعتك من اول اختيار هنا كده. ده رجعت للفايل في اي مكان بقى داخل الملف هنا كده، رايت كليك على الماوس اللي باليمين. تمام. وبعد كده اختار Open with Live Server علشان بقى نفتح الملف ده في البراوزر ويترجمه لك، ويترجم لك كل ال HTML اللي فيه ويظهر لك النتيجة بتاعته. فهو فعلا ترجم لك ال H1 وظهر العنوان، ترجم لك البي وظهرت بالشكل ده. اقفل بقى المتصفح البراوزر وارجع الفايل بتاعك. كويس. واستنانا ان شاء الله في الفيديو الجاي علشان بقى ايه، نبتدي نتعلم ونكمل في كل اوامر ال HTML باذن الله رب العالمين. اذا عجبك الفيديو يعني ما تنساش الشير واللايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.